خايف ما تقدرش تحقق الحلم أو تطلع مش قده، مش كده؟ طيب اسمع الكلمتين دول من أختك بقى. وأنا في تانية ثانوي كنت قاعدة بتكلم مرة في الكلاس في حصة الماث عن قد إيه أنا شغفي أدخل علمي رياضة وأبقى مهندسة وأقف في موقع وكل الكلام ده، وما كانش مستواي ساعتها وحش قوي يعني. فلف مستر الماث وقال لي: إيه التهريج اللي أنا بسمعه ده؟ ما يا حبيبتي لا تصلحي إنك تعدي من قدام كلية هندسة. والكلام ده دمرني وقتها جامد قوي، لاني كنت بتكلم بشغف وما كنتش بوجه له هو الكلام، كنت بتكلم مع صحباتي. وكان كل وقت بجاوب فيه غلط يقول لي: انا مش عارف علمي رياضه ايه اللي انت بتفكري فيها دي، قدراتك على قدها قوي انك تعملي حاجه زي دي. وساعتها برضو ما كانش في حد في عيلتي علم رياضه خالص، فما كناش هنعرف نجيب مدرسين منين، وكان اهلي كمان خايفين يعني. كانت من كل النواحي الدنيا بتقول لي: حبيبتي ابعدي عن علم رياضه. تعدي الايام ويجي قدامي ورقه علم رياضه واقرر ان انا شايفه ان مايا تقدر عليها حتى لو محدش شايف القدرات دي. دخلت علم رياضه وحصل اللي كان نفسي فيه، ودخلت هندسة وكملت وعرفت أذاكر، وما وقعتش غير في الأول الكعبلة العادية اللي بتتكعبلها في أي كلية، وكنت شاطرة، وكنت بحاول دايما أبذل كل المجهود اللي أقدر إن أنا أساعد بيه أي حد تاني، وكانت الناس بتذاكر من النوتس بتاعتي. وكملت وعدت، واكتشفت إن المشكلة في اعتمادك على الدعم من اللي حواليك مش فيك أنت. واحد بيسأل حد يعني بيقول له: إلى متى تقاوم؟ قال له: حتى أصل. ما تنساش الجملة دي، إلى متى تقاوم؟ قال له: حتى أصل. هفضل أقاوم، هفضل أعافر لحد ما أوصل. فقم وقاوم، ولسه الطريق طويل بس الأمل أطول، وما دمت أنا ماشي لازم في يوم أوصل. وقصتك لم تنتهي بعد، أنت بطل قصتك وقصتك لم تنتهي بعد، بس خليك بطل بجد، خليك بطل بجد وقت الجد. كتب موجودة اهي، دي فلوس بتدفعها في دروس، ها دي فلوس انت بتدفعها في كتب اهي. ايه بقى خلاص هي الوقعة دي يعني مالكش قومة تاني؟ مفيش ظروف اوحش من دي انت مريت بيها وعديت منها، جيت على دي يعني ومش هتعدي؟ حط الموضوع في دماغك، يا تنجح يا تنجح. انا وانت فاهمين وعارفين انك لو حطيت الموضوع في دماغك هتوصل. اللي جاب كلية كويسة دي احسن منك في ايه؟ اللي كان بيذاكر وطالع عينه احسن منك في ايه؟ ده كفايه يا جدع اما تقف قدام المرايه كده ما بينك وما بين نفسك تقول: بس خلاص انا عملت كل اللي اقدر عليه، انا لو رجع بيا الزمن تاني مش هعمل اكتر من كده. انت تقف على رجلك يلا وهترجع تذاكر تاني، مش عشانك. في اهل طلع عينيهم عشان يوصلك للسنه دي، فين املهم فيك؟ خلاص بقى، خلاص الموضوع خلص بالنسبه لك، خلاص. هو انا هعمل ده يعني هعمله؟ طز في مشاعري وطز في نفسيته وطز في اي حاجه. اللي بيصدق نفسه والله العظيم الدنيا بتصدقه، هيشمتوا فيك. فوق، بلاش تكسر بخاطر اهلك.